هم لو لقوا اي حد في الشارع كويس هيجيبوه يقولوا له تعالى درب نادي الزمالك عشان يرفع نادي الزمالك. الجمهور ده غلبان جدا يا جماعه. الجمهور ده بيحوش من مصروف عشان يروح الماتش. الجمهور ده بيقعد يسهر طول الليل عشان يحضر العروض اللي بيعملها في الاستاد. حرام. حرام ان احنا نخلي الناس دي تتنكد كل عيد، نتنكد كل رمضان، نتنكد. ما هو هنعمل ايه طيب؟ وقفه عيد نتنكد، وقفه رمضان نتنكد، ادونا مره عيد عيدوا علينا. حزين. انا بصراحه اقسم بالله اقسم بالله انا الماتش اللي فات عيطت ومش عايز اقول لحضرتك. ضغط عالي وحزين جدا لان انا مش هو ده الزمالك اللي بيحصل فيه كده. مش هو ده. صعب. صعب. حرام. حرام ان احنا نسيب نادي الزمالك. نادي الزمالك بنهار. يعني اقفوا شويه، اقفوا شويه، خليكوا رجاله، خليكوا رجاله عشان حرام. اقفوا شويه خليكوا رجاله. قالها واحد بيدمع، واحد صادق، واحد بيحب نادي الزمالك، ولا بياخد 5 مليون ولا عايز 3 مليون ولا هيلعب قدام ولا هيلعب ورا ولا الكلام ده خالص. واحد بيحب نادي الزمالك، ضغطه مرتفع جدا، واحد عنده مشاكل، بيعيط على فريق نادي الزمالك. وفي النهايه يا كابتن ابراهيم ايه الحل؟